نفخت وشها وملامحها اتغيرت تماما، والجمهور بيقول عملت كده علشان ترضي العريس الجديد. ازاي ياسمين صبري اخفت جمالها الطبيعي وغيرت ملامحها؟ وهل فعلا اتجوزت من بعد ابو هشيمة؟ تعالوا نقول لكم التفاصيل. كلنا عارفين ان ياسمين صبري ايقونة للجمال والبساطة لنجمات الشباب، ومن اول ظهورها بتحافظ على ملامحها الطبيعية. حتى لو اجرت اي عمليات اضافية او تجميلية بتكون حاجات بسيطة بتبرز بيها ملامحها، لكن ما عملتش اي تعديل في ملامحها الاساسية. لكن دوام الحال من المحال، وظهورها في افتتاح مهرجان البحر الأحمر قلب الدنيا والسوشيال ميديا كلها، وده بسبب صورها وملامحها المختلفة تماما على غير العادة. وأكتر حاجة لاحظها الجمهور هو وشها المنفوخ، ومع تغيير في عينيها وملامحها المختلفة عن العادي. لكن الموضوع أخد سكة جديدة، وبدأت الناس تتداول أخبار إنه ياسمين اتجوزت من تاني بعد أبو هشيمة، وإنه اللي كشف الموضوع ده هو تغيير شكلها المفاجئ، وإنها رجعت تسافر وتتفسح وتلف العالم. وهي بقى لها فترة طويلة مش بتعمل الحاجة دي، ومعنى كده إنه بقى معاها شريك حياة جديد يشاركها وقتها. لكن لأول مرة ياسمين تطلع وترد على الشائعات، وطلعت وقالت دي من المرات القليلة جدا اللي رديت فيها على أي إشاعة متداولة. أنا مش متزوجة، والإشاعة ملهاش أي علاقة بالحقيقة نهائي. وكملت كلامها وقالت أنا بنت مصرية مسلمة، ولما هقرر إني هتجوز هعلن جوازي قدام كل العالم. غير كده إشاعات ليس لها أي أساس من الصحة. الناس بعد التصريحات دي اتقسمت لنصين، نص كان مصدق التصريحات اللي قالتها ياسمين وأيدها الرأي إنه لو في أي جواز هي هتعلن على طول، علشان مش هتسيب أي إشاعات تتقال عليها، خاصة إنه الكلام عليها بيكون كتير جدا. أما عن تغيير شكلها فقالوا وارد إن يكون تكنيك المكياج اللي هي مستعملاه مختلف عن العادي، وده اللي خلى شكلها مختلف على غير العادة. والجزء التاني من الناس شايف انه لا، اكيد ياسمين واقعه في قصه حب جديده ومش عايزه تكشف، خاصه انها ساعه علاقتها بابو هشيمه فضلت فتره طويله مخبيه الموضوع، وكان وقتها بيحصل زي اللي حاصل دلوقتي بالظبط، يعني ممكن في الاخر تطلع متجوزه ومخبيه. تفتكروا ياسمين صبري اتجوزت من جديد؟ وهل زي ما الجمهور بيقول ان ملامحها اتغيرت تماما من عمليات التجميل والتغيير الملحوظ؟ شاركونا رايكم في الكومنتات.